بيبدأ المسلسل ببنت بتعلق صورة لبنت تانية اسمها يونجين على الحيطة، وبتقول انها مستنية اليوم اللي تشوفها فيه بفارغ الصبر. وفجأة بتدخل واحدة تانية ومش بتكون فاهمة حاجة، وبتقول لها انت بتعملي ايه هنا؟ بتقول لها وكمان نسيتيني، وبتروح مدبسة لها وشها. بنرجع فلاش باك لسنة 2004 وبنشوف يونجين وهي صغيرة، والمدير بيزعق لها علشان بتتنمر على واحدة صاحبتها، لكن مش بيرضى يعاقبها لانه على علاقة مع امها. بعدها بنشوف الطلاب في قسم الشرطة، ومشرف المدرسة بيزعق لبنت علشان بلغت الشرطة لمجرد ان اصحابها عملوا فيها مقلب. ده بيجيبوا نفس البنت للصالة الرياضية وبيتنمروا عليها وبيضربوها علشان بلغت الشرطة عنهم. بعدها لما راحت لممرضة المدرسة قالت لها مين اللي عمل لك، لكنها مش بترضى تتكلم. بعدها بنشوف نفس البنت لما كبرت واللي كانت واقفة قدام بنت يونجين. نرجع تاني لقصتها لما كانت صغيرة، اللي روحت البيت ولقيت ان يونجين مستنياها هناك، ونزلوا فيها ضرب وحرق في جسمها هي واصحابها لانهم مفكرين ان هي راحت قالت للممرضة. ولما بتروح للممرضة تاني يوم بتلاقي ان هي استقالت بسبب انها قالت للمدير ان يونجين بتضرب بنت في المدرسة. دونج قررت انها تنتحر، ولكنها بترجع في اخر لحظه. بعدها كتبت في الملف بتاعها ان كان في مجموعه طلاب بيتنمروا عليها، وكتبت كل اساميهم، لكن مشرف المدرسه لما شاف اللي هي كتبته فضل يضرب فيها. بعدها امها بيجي لها اتصال من المدرسه، والمدير والمشرف بيطلبوا من امها انها تمضي عن تنازل عن تعليم بنتها في المدرسه بتاعتهم وكده، وده لانها مشاغبه وبتتنمر على الاطفال التانيين. وعطوها مبلغ من الفلوس علشان توافق، وهي ما بتصدق وبتمضي. اما دونج بتروح لان امها رمت هدومها من البيت وكمان معاها ورقه التنازل. بعدها بتروح ليونجين وبتقول لها ان هي هتدمرها في يوم من الايام. بعدها بتروح تشتغل وبتلتحق بمدرسه تانية، بتكون في كل لحظه بتفكر في الالم اللي هم سببوه لها. ده بنروح لسنه 2006 ويونج بتكون معلقه صور على الحيطه، دي بتكون صور كل الاطفال اللي اتنمروا عليها وهي صغيره. بعدها بنروح لسنه 2012 اللي بيكون في فرح يونجين، ودونج بتكون واقفه هناك، ولكن بعدها بشويه بيغمى عليها. اللي بتصحى بتلاقي نفسها في المستشفى، وبيكون جنبها واحد تاني متخرش وبيبان عليه ان هو مضروب. لما بتصحى بتكون هتفك المحلول اللي في ايديها، لكن الشخص اللي جنبها واللي اسمه جيون بيقول لها ما تفكهوش، وبيقول لها انه دكتور مستجد هنا، ولكنها بتفكه وبتمشي. بعدها بيروح وراها للجامعه، والدكتور بيساله بيقول له انت جاي هنا ليه؟ بيقول له انا سمعت ان محاضراتك جامده، فبيطرده بره. بعدها بكام يوم بتكون دونج شايفه مجموعه ناس بيلعبوا لعبه، ويكون جيون واقف هناك. بتقول له اللعبه دي بتتلعب ازاي؟ فبيقول لها هعلمك. ويكونوا بيلعبوا في حديقه معينه في المدينه، وبيبدا بان هي لازم يكون لها مقر، والمقر ده لازم تحصنه، وبعدها تدمر المقر بتاع الخصم، وبكده تكون فازت. وبيفضل كل يوم يتقابلوا في نفس المكان لحد ما بيعلمها اللعبه. وفي يوم من الايام بتقول له ان هي اتعلمت اللعبه خلاص. بعدها بتروح وتجمع معلومات عن مدير المدرسه، وبتكون محتفظه بملفات المدرسه بتاع الطلاب اللي اتنمروا عليها قبل كده. جيون بيروح للمكان اللي كانوا بيلعبوا فيه كل يوم، ولكن دونج ما بتجيش، وبيفضل يروح كل يوم في نفس الميعاد، ولكنها ما بقتش تروح. وبعدها بنشوف محل احذيه بتاع واحد اسمه جان، وده من الطلاب اللي كانوا بيتنمروا عليها قبل كده. واحد اسمه ميونج بيكون هناك وبيكون شغال في المحل، هو برده كان بيتنمر عليها قبل كده، وبيقول لها ان المكان بقى بتاعه. ولكن بيجي له مكالمه من جان بيقول له ما يروحش بدري النهارده والا هيطرده بره المحل. بتقول له دونج انت لسه شغال عند جان زي ما كنت في المدرسه، وبتسيبه وتمشي. بعدها بتروح لابن مشرف المدرسه تحاول تفهمه انها بتحبه. بتروح لبيت يونجين وبتاخد من هناك كيس زباله، ولكن واحده من اللي هناك بتقول لها انها عارفه ان هي بتيجي هنا كل يوم وبتاخد كيس زباله وتمشي، وان هي عايزه منها حاجه والا هتفضحها، والحاجه دي ان هي تساعدها في قتل جوزها. فبتسالها انت عايزه تقتلي جوزك ليه؟ فبتقول لها ان هو بيضربها كل يوم. بعدها جون بيقابل يونج وبيقول لها ان هي تفضل معاه لان حياته اتغيرت للاحسن لما كان معاه، لكنها ما بتردش عليه وبتمشي. بعدها بتروح للست اللي عايزه تقتل جوزها، واديتها صور للناس عايزه تعرف عنهم كل حاجه. بتقول لها لازم تراقب الناس دي وتقولي لها عن تفاصيل حياتهم وتحركاتهم والا مش هتساعدها تقتل جوزها. طلبت منها تتعلم السواقه، وفعلا اتعلمت السواقه بسرعه. ولما اتعلمت السواقه دونج جابت لها عربيه، قالت لها تتعلم التصوير واديتها كاميرا عشان تصور بها الناس اللي هي عايزه تراقبهم. بعدها بنشوف واحد اسمه جين، وده بيكون صاحب نادي مشهور، وبيتفاجئ تاني يوم بام جوز يون جين عنده، كانت جايه تطلب عضويه النادي لكنه بيرفض وبيكون متضايق جدا. بعدها جوز يون جين بيكون بيلعب اللعبه اللي دونج اتعلمتها، وبيشوفها وهي بتلعب وبيعجب بذكائها جدا. بعدها بتمشي وتاني يوم بتقابل جيون في القطر، قعدوا يتكلموا شويه. عرفت ان هو داخل الجيش، قالت له ان هي كانت بتسال عليه في الحديقه كل يوم، لكنه عارف ان هي بتكذب لانه كان بيروح هناك وما بيلاقيهاش. بيديها رقمه وبيمشي. بعدها بتروح للست اللي كانت عايزه تقتل جوزها وبتركب العربيه، والست بتديها فيديو لمدير المدرسه وبتعرفها ان هو الوان، ويكون بيعمل كده مع السواق بتاعه. وبتكون دونج سعيده جدا بالخبر ده. تاني يوم بتروح لمشرف المدرسه اللي كان بيضربها، بتقول له انها البنت اللي اتمنعت من التعليم في المدرسه بسببه، انها كملت تعليمها عادي ومفيش اي حاجه حصلت. وبتقول له انها تخلي الايام اللي جايه طين عليه وعلى دماغ اللي جابوه. بتسيبه وبتمشي. بتروح تقابل ميونج على المبنى اللي كانت هتنتحر من عليه قبل كده. بعدها بتقول له هات الشعر اللي قلت لك عليه. بيقول لها هتعملي ايه بالشعر ده؟ بتقول له مالكش فيه. فبيقول لها انا ممكن دلوقتي على فكره ازقك من على المبنى، هيبان ان انت انتحرت عادي جدا. فبتقول له زي سوق اللي انت قلته انها انتحرت من هنا قبل كده برضه. بيقول لها بس مش انا اللي قتلتها. فبيقول لها على فكره مش انا اللي قتلتها. بتقول له ما انا عارفه هات الشعر بقى. بعدها
بتاخد الشعر وبتمشي. بعدها بيكون في حفله لخريجي المدرسه، وبتروح دونج على الرغم من انها ما اتخرجتش من المدرسه دي، ولما بتروح كلهم بيعرفوها. بتقول ليونجين انها بقت مدرسه هنا، وبتكون يونجين خايفه وهي بتستلم الجايزه بتاعتها، بالذات لما دونج شجعتها. تنزل وبتكون عايزه تضربها، ولكن جوزها بيقول لها ان هم مش اطفال وانها ما ينفعش تضرب حد. دونج بتقول لها انت لسه زي ما انت. جوزها بيقول لها انت لسه كئيبه بلبسك الابيض والاسود، لكن دونج بترد عليه وبتقول له واظن ان انت لسه ما بتفرقش ما بين الالوان برضه، وده لانه عنده عمى الوان، ما بيكونش معرف حد، وده لانه خايف من ان حد يعرف. ده جان بيطلب من ميونج ان هو يراقب دونج ويعرف كل تفاصيل حياتها. ده يونجين بيجي لها تليفون من بنتها ان جالهم مشرفه جديده، وتقول لها ان هي كانت صاحبتك قبل كده. لما بتفكر بتلاقي ان محدش من صحابها بقى مدرس، فبتسال بنتها اسمها ايه، بتقول لها ان اسمها دونج. بتكون دونج اقنعت المدير انه يعينها والا هتفضحه. بعدها دونج بتروح للطلاب وبتقول لهم ان لو في حد في الفصل بيتنمر على حد تاني لازم يجي ويقول لها. وبنرجع ليونجين اللي بتقلق جدا وبتقرر تروح المدرسه، ولما بتروح بتهدد دونج، لكنها بتقول انا مش دونج بتاعت زمان. ويونجين بتسألها عن مشرف المدرسة، بتقول دونج انها جابت كل الطلاب اللي كان سبب في خروجهم من المدرسة ونشرت اساميهم على موقع الوزارة، وخلتهم يعترفوا بانه كان بيضربهم، ان هو سبب في بوظ حياتهم التعليمية. نشرتها على موقع الوزارة وبعدها اترفض. تقول لها كمان انها اقنعت ابنه يقتله، وبتقول ليونجين ما تخافيش وده لانه دورها قرب، لان بنتك معايا في المدرسه وسهل اخليكي تتحصري على مستقبلها. بعدها بيجي لها ميونج وبيديها سجل مخدرات ساره، ودي واحده من اللي كانوا بيتنمروا عليها، وكمان الست اللي بتراقبهم عرفت باسورد الفون بتاع جيون. بعدها ميونج بيرجع وبيقول لها تاني انت هتعملي ايه بالشعر اللي انت خدتيه مني، بتقول له مالكش فيه، وبتقول له انها عارفه انه متهم في قضيه قتل سو ومفكر ان القضيه خلاص خلصت. بتدي له عنوان مشرحها وبتقول له كمان انا عارفه مين اللي قتلها وعندي الدليل اللي يثبت انه قتلها. ولما بيروح هناك بيلاقي ان جثه سو هناك من 10 سنين، وان اهلها لسه بيدوروا على القاتل، ويخاف ميونج ان دونج يكون معاها دليل ضده، وبتكون دونج هي اللي بتصرف على اهل سو، وده لانهم عليهم اكتر من 1,000,000 يوان. نرجع ليونجين لما بنتها رجعت من المدرسه وكانت عماله تسالها حد عمل لك حاجه هناك، ولكنها بتقول لها ان ما حدش عمل لها حاجه، وسالتها عن المشرفه الجديده وقالت لها هي عملت لك حاجه، ولكنها بتقول انها طيبه جدا وبتقول ممنوع التنمر. نهايه بارت 1 من المسلسل. ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناه وفعل جرس الاشعارات عشان يوصلك الجزء الثاني ويوصلك كل فيديوهاتنا اللي جايه.